صباح الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ ما تيجوا النهارده كده في الساعه اللي احنا فيها دي ندفي كده البيت بحبه عجين كده، نخبز لنا كده رغيفين عيش كده على ايه، على البوتاجاز من فوق. ده كيلو دقيق اهو، ده كيلو دقيق، ودي معلقه الا ربع ملح كده هرشها كده عليه عشان ما يبقاش حادق. وده كيس خميره، ودي نص كوبايه ميه هنحطها، ميه دافيه عشان ما تعملش الخميره، عشان ما تموتش الخميره. نحطها، اللهم صل وسلم وبارك. وما نكترش السكر، نص معلقه سكر. هناخد كده معلقه عجين كده عليها ونعملها كده ايه، عارفين انتوا كده اللي بنحط كده معلقه عجين معلقه دقيق على الخميره على سكر، ونحطها كده ايه ونسيبها كده ايه تخمر، تخلي لك العجين كده جميل كده. معنا بقى ميه دافيه، حطينا الملح وعملنا الخميره وعملناها ركناها. هننزل بقى كده، تكون ميه دافيه ولا سخنه قوي ولا بارده عشان الدنيا برد. امسك لي الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. انا حطيت دي رده اهي، فانا هحط بس كده معلقتين رده عليها بس كده. على كيلو دقيق حطيت معلقتين رده. الميه بقى مش هنقدر نقول الميه تاخد قد ايه، لان الرده بتشرب من الدقيق، بتشرب من الميه، وملهاش مقنن يعني ايه نقول قد ايه، يفرق من دقيق لدقيق. انا حطيت على الكيلو دقيق معلقه ربع ملح، هي ميه وملح بس، ومعلقتين رده، وهفرده على الرده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. واحد لما يجي يعجن ولا يعمل اي اكل لازم يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد، عشان الاكل كده بسم الله ما شاء الله يطلع زي العسل. ادي الكوبايه هي خمرت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها كده ما شاء الله كده. الخميره بتاعتنا جميله. بسم الله الرحمن الرحيم، بركه الحبيب. كده مش هنعوز ميه تاني خلاص. بصوا لازم نعمله كده، لازم نعمله كده. هنعمله على فرن البوتاجاز من فوق، واللي عايز عنده فرن كهرباء ممكن اجرب معاكم برضو الاول مره في فرن الكهرباء. نشغل من تحت ومن فوق الشوايه والبوتاجاز ونعمله. بصوا يا حبايبي خمرت اهي، سبتها قد ربع ساعه كده. هنحطها هنا كده بقى ايه على الصينيه اهي، عليها رده اهي. هنبل ايدي بقى.
ونبلها ميه كده علشان ايه ما تشققش. نعمل واحده تانية. وبرده نبلها ميه كده عشان ما تشققش، عشان ما تنشفش ولا تشقق. بصوا حبايب قلبي اهو، حطاه في طبق وفرد عليه الرده. وهنا برده اهو عملوا لي كده بالظبط ايه كيلو، عمل لي 12 رغيف عشان عاملاه كبير. فاللي عايز كل حاجه، فاللي عايز يعمله على قد ما هو عايز يعمله صغير يعمله. وخلي بالكم انا اول مره اعمل معاكم الطريقه دي اول مره اعمل له معاكم الطريقه دي، فقلت اجربه معاكم. افصل وتقول لي. دفوا بيتكم كده، دفوا بيتكم كده بالايه، بالعجين. تعملوا رقيش، تعملوا لقمه عيش، دفوا بيتكم كده. وريحه الخبيث في البيت عسل عسل عسل. طبعا لما اجي اعمل بصوا هيخمر اهو، بصوا شايفين بقلل ازاي اهو. هسيبه قد 10 دقايق، ولما اجي هاخد اول واحده انا حطيتها. بصوا انا حطيته فوق على العين، حطيته فوق على العين، وبعد كده ايه حطيته تحت الشوايه. اول ما بتشمع على العين فوق بحطه تحت الشوايه. بصوا حبايب قلبي، بصوا مبقلل ازاي اهو، خمران اهو. عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل عيش ابو رده ده معاكم، وقلت اجربه معاكم، وقلت لو ما نفعش اجرب تاني وتالت. مفيهاش اي حاجه لما الواحد يبوظ ويتعلم، وانا كبيره كده ابوظ واتعلم مفيش اي مشكله. فبقول للبنات الصغيره لو بوظتوا حاجه اجربوها مره واتنين وتلاته، ما تيأسوش. احنا بياما بوظنا وياما بنعمل ونرجع نعملها تاني. شايفين الجمال؟ العيش اهو ما شاء الله عليه اهو، بس هو طلع تخين شويه، يمكن عشان انا اول مره برضو اعمله اهو. اهو هو طلع مليان شويه، وده دقيق على الوش. مش عايزه احط له دقيق على الوش، انا بقيت يعني ايه ابصم ايدي كده دقيق على الوش كده عشان ايه ابصم ايدي. هو طلع تخين شويه، فاللي يعرف انا متخنه ليه يكتب لي في الكومنتات، برضو منكم استفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.